هنعمل النهاردة من عجينة واحدة وكيلو دقيق واحد الجزء التاني من فيديو المعجنات اللي احنا عملناه قبل كده. بس احنا هنعمل النهاردة شكلين بس من المعجنات. هنعمل ميني بيتزا بحشوة جبن وخضار وهتطلع حلوة جدا. كمان هنعمل سندوتشات زي العيش الطويل كده، بس هتكون محشية، يعني هو يا دوب يعني زي سندوتش فينو كده واحنا حاشينه فناكله على طول بقى، مش احنا اللي هنحشيه من الاول. الاتنين معمولين بمكونات اقتصادية، معجونين بلبن رايب، يعني راب عندنا اصلا. طبعا العجينه طالعه هشه جدا وطريه، اسفنجيه. كمان العجينه تقدروا تحشوها بالحشوه اللي انتوا عايزينها، بس مش زي ما انا عامله، بس لا تقدروا تحشوها سواء حشوه حلوه سواء حادقه زي ما انتوا عايزين. بس قبل ما نبدا في الفيديو، لو اول مره تشوفوني اعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس لو حابين توصلكوا وصفاتي. علشان نبدا بالعجينه الاول، هجيب كيلو دقيق. احنا هنعمل برضو كيلو دقيق زي المره اللي فاتت بالظبط. هحط عليه معلقتين خميره، اللي هي الخميره الفوريه. طبعا احنا هنبقى واثقين ان الخميره كويسه، لو مش واثقين منها هنعمل لها اختبار بره الاول بشويه ميه دافيين ومعلقه سكر. بعد كده هحط معلقتين سكر كمان، وهحط عليها كمان معلقه بيكنج باودر صغيره. وبعد كده بقى هقلب المكونات الجافه دي مع بعض وعلى العجينه، عشان ما انساش في الاول كده اقوم حاطه شويه خل. بتفرق في العجينه جدا، يعني معلقتين الخل اللي احنا هنحطهم دول بتخلي العجينه تكون هشه وطريه، وبتساعد على انها تخمر بشكل احسن كمان. بعد كده بقى اللبن الرايب انا طلعته من التلاجة من الصبح، يعني انا عملته اخر اليوم، عامله العجينه دي اخر اليوم طلعتها من الصبح عشان ما يبقاش ساقع قوي. هبقى مجهزه كوبايتين، وهحط بقى شويه بشويه على العجينه لحد لما يعني تلم معايا. وبعد كده لما هتتكون العجينه، لما تبدا العجينه تتلم معايا، هقوم بقى رايحه سايبه المعلقه خالص وهبتدي بقى اعجن بايدي. طبعا لو احتاجت ميه هنزود شويه صغيرين خالص، او لبن رايب، بس طبعا انا عايزه اعجنها بلبن رايب بس هي مش هتحتاج اكتر من كده. هفضل بقى اعجن فيها شويه بشويه ولحد لما تتكون عجينه كده ملزقه في ايدي قوي. هقوم رايحه مزوده نص كوبايه زيت. طبعا هنحس ان الزيت باين في العجينه وما اتعجنتش كويس، بس كل ما هنعجن كل ما العجينه هتظبط وهتطرى معايا. احنا هناخد عجن تقريبا 20 دقيقه، اقل حاجه 15 دقيقه. هنفضل نعجن كتير لحد لما العجينه تبقى في ايد، يعني تبقى في ايديكوا عامله كده، اللي هي بتلزق بسيط قوي 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 بس طريه جدا. وهو اصلا اللبن الرايب بيخلي العجينه حلوه جدا وطريه، بس انا مش عايزاها تكون يعني بتلزق، يعني مش عايزاها تكون بتلزق قوي، وفي نفس الوقت عايزاها برضو يكون فيها سنه تلزيق عشان تكون طريه بعد ما نعملها. هحط على وشها بس كده معلقه زيت صغيره، وهغطيها بالاسترتش كمان، هغطيها بفوطه عشان احنا بقينا في البرد، وهسيبها بقى تخمر براحتها خالص. هجهز بقى الحشوه والصلصه. الصلصه انا عشان ما اعملش صلصه بيتزا، الصلصه دي حلوه جدا جدا، بتفرق في طعم البيتزا قوي. جبت معلقتين صلصه من الجاهزه، وحطيت عليها معلقه زعتر كبيره ومعلقه توم باودر كبيره كمان، وبعد كده معلقه ملح صغيره ومعلقه فلفل صغير وحبه زيت. لو عندنا زيت زيتون هنحطه، مفيش نحط زيت عادي. هقلب بقى الخلطه دي كلها كده مع بعض كويس لحد لما تتكون معايا صلصه كده زي صلصه البيتزا بالظبط. هفضل اقلبها كده كويس لحد لما تتكون معايا. هسيبها بقى على جنب. انا اصلا حشيت البيتزا فلفل وطماطم وجبنه موتزاريلا، بس هي كده خفيفه زي البيتزا بتاعه الفران، بنحس ان احنا مش عليها حشوه كتير، وفي نفس الوقت بيكون طعمها حلو جدا. هقطع بقى يعني قطعوا بقى الخضار بالشكل اللي انتوا عايزينه. لو انتوا حابين تزودوا عليها زيتون زودوا، بس انا عندي الولاد مش بيحبوا الزيتون عليها. طبعا هو البيتزا الزيتون بيكون حلو على البيتزا، يعني هي لو حطينا عليها زيتون هتكون حلوه جدا. حابين تحطوا بقى لانشون، حابين تحطوا جبنه رومي، يعني اي جبنه، أي جبنه شيدر زي ما انتوا عايزين. بس انا عموما قطعت الطماطم والفلفل قطع كبيره تكون زهره، وشويه بقى جبنه موتزاريلا. والجبنه الرومي دي للسندوتشات، انا حطيت على البيتزا موتزاريلا بس. هاجي بقى عشان اكون البيتزا، عشان ما اعملهاش بقطاعه واقعد افرد واشيل واعمل، لا انا هعمل البيتزا اللي هي الميني بيتزا دي بشكل اسهل خالص. هعمل زي كور كده، والكور هقفلها بالشكل اللي انا عاملاه كده. الشكل يعني لفه البيتزا بالشكل ده كده، او عموما المعجنات اللي هو احنا نلفها، نحس ان احنا بنحشيها كده. دي بتفرق فيها جدا لما بتستوي بعد كده. هعملها بقى بنفس الشكل ده كده، وهعمل كل الكميه بنفس الشكل ده كده بالظبط كده. انا عملت صينيه، هعمل كمان صينيه. وطبعا عملتها بورق زبده، لو انتوا حابين تحطوا حطوها، بس انا عامله ورق زبده عشان دي صيجان مش صواني، يعني عشان ما تتلهفش من تحت. عملت الصينيتين وجهزتهم، والصينيه اللي انا عملتها في الاول هي اللي هبتدي اشتغل فيها تاني علشان تكون ارتاحت شويه. هفردها بنفس الشكل ده كده، انا عايزاها تكون فيها فراغ من النص والطروف عاليه. وبعد كده بقى هعملها بالشوكه عشان النص لما تخمر او تدخل الفرن ما تعلاش بزياده قوي. يعني انا عايزه الطروف تكون شويه عاليه عن النص، علشان لسه هحط الحشوه، فالحشوه هتعلى اصلا.
هعملها بنفس الشكل ده كلها، اللي هو هعملها بفراغ كده بصوابعي من النص بس. وبعد كده هخرم بالشوكه، ضروري جدا تخريمه الشوكه دي عشان ما تعلاش بزياده وتوقع اصلا الحشوه كمان. عملت كل الصينيه، هبتدي بقى اجيب الصلصه بتاعه البيتزا اللي انا عملتها وهدهنها بقى بيها. وهدهن كمان الطروف علشان الطروف مش هيكون فيها حشوه، يعني هي الطروف هيبقى فيها طعم بصلصه البيتزا بس. وهي اصلا طعمها حلو جدا جدا، يعني انتوا لو عملتوها بالطريقه دي بالظبط مش هتحسوا ان الطروف فاضيه، هتحسوا ان الطروف اصلا فيها طعم بسبب الصلصه بتاعه البيتزا دي. هعمل بقى يعني هحشيها بقى كلها بنفس الشكل ده كده بالصلصه. وبعد كده بقى يعني حطت الحشوه فيها، هحط الجبنه الموتزاريلا الاول وبعد كده بقى الخضار او الحشوه اللي انتوا عايزينها. على فكره انتوا ممكن تحطوا عليها سوسيس كمان بتبقى حلوه قوي. ممكن كمان تحطوا جبنه موتزاريلا وفراخ شاورما. ممكن تحطوا عليها لحمه كمان هتبقى حلوه جدا، يعني زي ما انتوا عايزين. بس انا حابه اعملها كده زي البيتزا بتاعه الفران، يعني خفيفه وحلوه في العشاء. هحط بقى الطماطم، انا عاملاها قطع كبيره عشان احط في كل بيتزا قطعه طماطم واحده وقطعه فلفل واحده بنفس الشكل ده كده. يعني انا عايزاها تكون قطعه واحده بس من دي وقطعه واحده بس من دي. برضو انتوا تقدروا تعملوا يعني الحشوه اللي انتوا عايزينها او الشكل اللي انتوا عايزينه، او يعني زي ما انتوا عايزين، بس هو ده الشكل اللي انا عملته كده. خلصت يعني خلاص بقى الصينيه دي كلها، وهعمل كمان الصينيه التانية زيها بالظبط. الصينيه التانية بقى برضو هعمل نفس الفراغ. انا حبيت اصور لكم دي تاني عشان تشوفوا يعني الشكل بتاعها، التشكيل بتاعها تاني، اللي هو هعمل فراغ بصوابعي من النص وبعد كده اخرمه بالشوكه، يعني الشوكه في النص بس مش في الطروف كمان. بالظبط بنفس الشكل ده كده. بعد كده بقى هعمل كمان الصلصه فوقيها. انا عملت الصلصه فوقيها وبرضو الجبنه الموتزاريلا نفس بقى ما عملت التانية بالظبط، هعمل دي زيها بالظبط. هعمل بقى كمان الجبنه الجبنه في النص، واحط برضو الطماطم والفلفل فيها بالظبط نفس شكل الصينيه التانية. هحط بقى فيها بقيه الفلفل فيها، وبعد كده بقى هسيبهم الصينيتين على جنب. وهولع الفرن على درجه حراره 200 او اكتر كمان، يعني ممكن نزود كمان عن 200 عشان هي مش بتاخد وقت في الفرن. هدخلهم هولع الفرن واسيبهم، بس دول الصينيتين اللي هيدخلوا الاول. هاجي بقى لبقيه العجينه، متبقي قطعه عجينه صغيره هقطعها كده ل5 قطع او 6 حسب ما العجينه تاخد. عشان انا هعمل دي السندوتشات اللي هي بتبقى زي العيش الفينو كده، او زي العيش اللي هو اللي احنا بنجيبه بره للسندوتشات، من بره للسندوتشات. بس انا هحشيه، يعني هناكله سندوتشات محشيه كده مقفول. هفرده بقى بنفس الشكل ده كده، كل قطعه انا عملتها هفردها بنفس الشكل ده كده. واحط الحشوه على نص المكان بس، يعني مش على كل العجينه، على النص بس. وهكتر الحشوه كمان. بعد كده بقى هقفلها كويس خالص بنفس الشكل ده كده. بعد ما هقفلها كويس من الجناب، هرجع افردها بقى تاني. هو كده بقى زي كده كأن احنا رايحين نعمل عيش فينو او توست او كده. هنفردها كويس خالص خالص، وبعدين نرولها بقى، نعملها رول لحد لما نقفل كله بالشكل ده كده. هنيجي ناكل الساندوتش هنحس ان كل الجبنه فيه من كل الاتجاهات. هنقفله كويس خالص خالص كأن احنا بنعمل عيش فينو بالظبط. بس طبعا ده محشي بقى، الفرق ان هو ده زي سندوتشات محشيه. هعمل معاكم كمان واحده برضو هنفردها بالشكل ده كده. وهنحط الحشوه على ناحيه واحده ونلم التانية عليها، وبعدين بقى نقفلها كويس. بالظبط كده كده بقى لما هنيجي نفردها هنحس ان الحشوه يعني في السندوتش كله من اوله لاخره. هنفرد بقى خالص خالص كده ونرفعها، وبعدين نعملها رول علشان نعمل يعني نعملها زي سندوتش كده. وهنقفل بقى طبعا كويس عشان ما يفتحش معانا. بالظبط كده. انا عملت بقى الباقيين كلهم بنفس الشكل. هجيب بقى شويه من الصلصه بتاعه البيتزا وهدهن وشهم كلهم. طبعا هو اختياري، احنا ممكن في السندوتشات دي ممكن ندهن وشها زبادي او بيض، صفار بيض يعني، او لبن عادي. بس انا عشان عندي صلصه بيتزا طبعا فعملتها بيها، فمديها طعم احلى كتير. هدهنهم بقى كلهم بنفس الشكل كده، ووزع بالفرشه على الجوانب كلها عشان تاخد كلها نفس اللون. وبعد كده بقى هجيب سكينه وهحاول ان انا اقطعها، يعني بتعمل شكل حلو وكمان بتخلي الجبنه تسيح اكتر من جوه. بالظبط كده اقطعهم بقى كلهم بالسكينه. بعد كده بقى على الوش ممكن نحط حبة البركة، ممكن نحط سمسم. انا بحب حبة البركة اكتر، فحطيت على الوش بتاع السندوتشات ديت حبة البركة.
وبعد كده بقى دخلت اول حاجه دخلتها الفرن، دخلت صينيتين البيتزا الاول عشان هما اللي معمولين الاول. دخلوا الفرن هيقعدوا تقريبا 10 دقايق، لان حراره الفرن عاليه، هو اصلا سخن خالص. هيخرجوا بقى، انا مش قادره اوصف لكم الريحه ولا الطعم. العجينه بتاعتهم حلوه قوي قوي، هشه وطريه جدا وسفنجيه، ومش قادره اوصف لكم اصلا طعمها وريحه المعجنات نفسها وهي خارجه من الفرن حلوه جدا. طعمها حلو قوي قوي، خفيفه كمان، ما يعتبرش فيها دهون كتير. اللبن الرايب مديها طراوه ومديها هشاشه حلوه جدا جدا. لو جربتوا العجينه ديت، عموما المعجنات كلها باللبن الرايب بتفرق، بتبقى مختلفه خالص، غير ما عملناها حتى بزبادي او بلبن عادي او باي حاجه. بس اللبن الرايب بيخليها طريه بزياده، يعني بيخليها حلوه قوي. هطلعهم بقى بالراحه، وعشان يعني هم سخنين دلوقتي خالص. انا سبتهم يهدوا، بس هسيبهم كده، بس هغطيهم عشان ما ينشفوش. ضروري اول المعجنات اول ما تخرج من الفرن يعني نحطها في حاجه بحيث ان احنا نغطيها فيها، عشان حرارتها نفسها تخليها دايما، يعني تخليها طريه. كمان السندوتشات دخلت الفرن برضو، اخدت تقريبا 10 دقايق، مش كتير. مش قادره اوصف لكم طبعا طعمها حلو جدا. هي محشيه جبنه رومي وجبنه موتزاريلا، فسايحين مع بعض، طعمها حلو جدا جدا، ريحتهم حلوه قوي قوي. جربوهم بنفس الطريقه ديت، وبنفس بالظبط بالظبط بنفس الطريقه والعجينه وكل حاجه. وخصوصا تحط فيها لبن رايب، بس قولوا لي رايكم فيهم ايه.